تلاقي تليفوني بيرن: الو يا دكتور شريف، ازيك؟ انت معزوم عندي بكره على الفطار ولازم تيجي، انت لو ما جيتش انا بجد هزعل منك. فلقيت نفسي بقول: اه طبعا حاضر هجي لك، عينيا حاضر. وافقت على العزومه على الرغم ان انا كنت حاسس ان انا تعبان ومش قادر، بس لازم اجامل الراجل ده. كتير مننا بيحصل معاه الموقف ده وبتضطر تقول اه وانت اصلا ما انتش قادر وضغط على نفسك علشان تروح. احنا ليه بنخاف نقول لا؟ عشان دايما مخنا دايما بيروح للحته بتاعت البيبل بليزنج، او ان انت عاوز تبسط الناس، جاملهم، مش عايز تزعل حد وخايف من الرفض، خايف الناس تقول عليك ما انتش صاحب واجب، مش عايز تجاملهم فبتخاف ترفض. بس هو في الحقيقه العزومات دي ممكن تشكل ضغط كبير عليك. الفكره كلها بكل بساطه ان كتر العزومات واعداد الناس الكتيره اللي بتبقى موجوده تعمل حاجه اسمها سوشيال بيرن اوت، يعني بتحرقك. يعني انا بشوف ان هي بتشد من طاقتك كتير، ومش بالضروره ان انت تكون شخص قليل الذوق عشان تعمل لنفسك مساحه امان ومساحه ترفض فيها. انت ممكن ترفض بكل ادب، يعني تقول والله يا متشكر جدا على ان انت فكرت فيا وعلى العزومه الكريمه دي، بس انا حقيقي ظروفي مش هتسمح واكيد هعوضها المره الجايه. يعني ايه في الرد برضه بحاجه حلوه. او ممكن تقترح حاجه بديله، والحكايه دي انا بحب اعملها دايما. اقول له: انا هجي لك بعد التراويح اشرب معاك كوبايه شاي، لان ما بقدرش على عزومات الفطار الكتيره دي. او ممكن بكل بساطه تقول له: انا هعوضها لك في وقت تاني، نتقابل في العيد ان شاء الله. في النهايه رمضان هو شهر اصله للعباده، وان انت يكون عندك سكينه وسلام نفسي، وما تشغلش نفسك زياده عن اللازم بالواجب والمجاملات، وان انا اعزم واتعزم عن الحاجه الاساسيه اللي هي العباده. طبعا مش بقول ان لمه رمضان وحشه، هي لمه رمضان حلوه وكل حاجه، بس في حدود، يعني ما تبقاش على طول. وكل سنه وانتم طيبين وعلى خير. سلام.